السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اليوم جيتكم فيديو جديد، الفيديو اللي غنقول لكم الاغلاط اللي درت في اس 3 واللي ما كانش عليا نديرو. فبلا ما نطولوا في المقدمه خلينا نبداو. كتباهم هنا باش ما ننساش حتى حاجه. فوالا. اول غلط هو كاع لي موديول يتقراو قبل لا بيريود ديال البريبا. سيتادير اي موديول واخا يكون كتشوفو صغير قليل كبير ساهل خصو يتقرا قبل لا بيريود ديال البريبا. وهذا الغلط درتو وما قريتش واحد الموديول، ماشي حتى في لا بيريود ديال البريبا ما قريتوش حتى الديكالاج. علاش؟ حيتاش كان ما كانش عندنا صراحه في لا بيريود ديال البريبا بزاف، كان عندنا غير 15 يوم نورمالمون كتكون ان موا، ولكن كانوا غيعطيونا اون سيمين ديال العطله. داكشي علاش حيدوا لينا في لا بيريود ديال البريبا وعطاونا غير 15 يوم. ف لهذا السبب ما كانش عندنا بزاف ديال الوقت في لا بيريود ديال البريبا، ولا بلوبار ديالنا بريبارا غير لي دو موديول اللي عندنا الاولين اللي عندنا في ديك لا سيمين الاولى، حيت كانت عندنا 3 ديال لي سيمين في لي زيكزام. كان في كل سيمانه كيكون اثنين خميس واخر سيمانه كانت اثنين الاربعاء ماشي الخميس. فمابقاش عندنا الوقت وخلينا حتى الديكالاج. فاش جيت للديكالاج تصدمت حيت داك الموديول ما عمرني قريتو، يعني ما عمرني درت عليه. كنهضر على الموديول هو ليستو لومبريو ياك، وداك الموديول صراحه ليستو قريت صراحه الله في ليستو قريت 3 ديال لي كور، وواحد لو كور ما قريتوش وما كفانيش الوقت باش نقرا اصلا. ميم في الديكالاج غير درت ريفيزيون دوك لي 3 كور حيت كانوا حتى هما شارجي بزاف، ولومبريو ما عمرني طليت عليها. ف لهذا السبب ما ديروش هذا الغلط، حيت فريمون درت بزاف ديال الاغلاط بسبب انني ما قريتش داك لو موديول قبل. ما ديروا عليه او موا يسلكوش واحد النهار قراو داك الموديول، واخا كتشوفوه قليل كثير، حيت هذاك اللي كتحضروا اللي كتحقروه هو في الاخر اللي كيصدمكم، اللي كيصدمنا كاملين. شوفوا دابا ندوزو النصيحه الثانيه هي ما تجربش حتى شي حاجه في ديك سيتادير ما تجربش حتى شي حاجه في لا بيريود ديال البريبا. يعني الطريقه اللي انت خدام بها مع كل واحد وطريقته في لا ريفيزيون، كل واحد وطريقته في التلخيص، كل واحد وطريقته باش كيخدم. ماشي حتى لديك لا بيريود عاد غتبدا تجرب. الا بغيتي تجرب سي بيان انك تيستي دوطخ ميثود مزيان. تقدر دوك لي ميثود اللي انت كتشوفهم مثلا ما ينفعوكش، فاش جربتيهم لقيتي ان غرو شونجمون في لا ريفيزيون، ولا كتربح الوقت دغيا، ولا كدير ريزومي لداك لو كور دغيا مزيان. ولكن ماشي في الوقت ديال البريبا فاش غنجربوا، حيت تقدر تصدق تقدر ما تصدقش. وانا جربت وما صدقاتش. اللي هي اشنو جربت اون وي بلونش. صراحه ما كملتش اصلا، ما درتش اون وي بلونش كامله، قريت غير حتى الوحده. وغد فقت ثاني بكري حيت انا مصالحه بيني وبين راسي وعارفه كو ما كنقدرش نصار. كتوصل ل 11 عقلي كيتسد، صافي كنسد الكتاب كنمشي للناس. ولكن في نفس الموديول يعني في لوستون بريو ما كفانيش الوقت، قلت اجي غندير اون وي بلونش. فاش وصلت لوحده صافي عقلي تسد ديال بصح. ديك الساعه مشيت الناس، ما قدرت صافي نقاوم الناس. وغد ليه فقت بكري، ولكن الغد ليه فريمون كان راسي كيضرني بزاف. شربت قهوه، شربت دوليبران، فيتامين سي. صافي حسيت صراحه شويه مي التركيز ديالي ما كنتش مركزه فريمون. ترون ديال بصح، والنتيجه كو ليكزام ما دوزتوش مزيان. لهذا السبب ديروا لا ميثود اللي نتوما كترتاحوا فيها. واخا تسمع انه الناس كيديروا نوي بلونش وكتصدق ليهم في لا بيريود ديال بريبا خدامه نوي بلونش، انت الا حداش واحد صاحبتي ما عندهاش مشكل كاع مع نوي بلونش، تقدر تقرا يعني صغار باسوا غد ليه تفيق تقرا مزيان وتركز. مي هذيك لا ميثود هي كديرها هادي بريسك 2 اني وهي خدامه بها، وانا غنديرها في داك النهار وبغيتها تصدق ليها. لهذا السبب ديروا لا ميثود اللي نتوما كتخدموا بها، ماشي لا بيريود ديال بريباش كنجربوا. مفهومه؟ دابا ندوزو النصيحه النفسيه. الناس اللي مقبلين على اس 3 غتسمعوا بزاف ديال الهضره على اس 3، غتسمعوا كاس 3 شارجي
وما نقول لكمش ان ديك الهضره راه كذوب، راه بصح استروا شارجي استروا طويله، ولكن يعني الا ركزتي مزيان وخدمتي من الاول ديال العام غدوز عندك عاديه جدا بحال الاعوام الاخرين، وتخدم كاع لي موديول ياك، وما تاثرش بالكلام ديال الناس، راه غتخدم يعني غتجيك عاديه صراحه الله. حيتاش قبل ما ندخلوا في الصيف كيقولوا لنا ارتاحوا مزيان راه كيتسناكم حرب، ارتاحوا مزيان راه استروا شارجي، ارتاحوا مزيان راه استروا اللي ما رباش والديه تربيه استروا. بزاف ديال الهضره كنا كنسمعوها على استروا وسمعتها ماشي يعني صراحه الله راه في كاع لي زيكال استروا كتكون كثيره بزاف، كتكون شارجي، ولكن بالخدمه يعني اجوغ راه فريمون كل نهار شويه بشويه راه غت سميتو غدوزها عاديه. فلهذا السبب خدموا على النفسيه ديالكم، وما تخليوش حتى شي واحد ياثر على النفسيه ديالكم، واخا تسمعوا الهضره حتى هي. حيتاش النصيحه الرابعه اللي كتبت هي النصيحه الرابعه اللي كتبت هي كو سي فغي انك تسول، ولكن ماشي ديك الهضره اللي سمعتيها خذها كنصيحه، ولكن ما تطبقهاش 100%. ماشي الا واحد الانسان فشل في ديك التجربه انا غنشد ديك التجربه وغنسقطها عليا صافي راه حتى انا غنفشل. حيت دابا كتسمع كو هاد لو موديول راه لا بلوبار ديال الناس راه فاليداو غير في الرات، يعني في النورمال ما تحلمش به، وصافي كتقول بما انه العام اللي داز دوزوه صعيب والعام حتى اللي قبل منه دوزوه صعيب، صافي راه حتى هاد العام انت حنا كان بما ان فان حتى هاد العام غيكون صعيب. بادوتو يقدر داك العام الا خدم وانت اصلا تقدر كل واحد وطريقته، كل واحد والتجربه ديالو، دونك ديك التجربه كناخذوا بها ولكن ما كنسقطوهاش علينا، غير كنسمعوا النصيحه وصافي. انا لا خديتهم سمعتها من كاترياماني، من تروازياماني، دابا من سانكياماني، قلت صافي راه يعني حتى هذا العام راه نفس الحاجه وماشي نفس الحاجه. فلهذا السبب ما تاخذوش يعني ماشي ما تاخذوش، سمعوهم سولوا، حيت هكا راه كاينين شي حوايج اخرين ينفعونا بهم، مثلا داك البروف لا ميثود ديالو كي كيكون ليكزام ولكن ماشي غناخذوهم عن ظهر قلب، يعني بلا ما اي معلومه بغيتي تدخلها وزنها هي الاول وخذ من هذاك الشيء اللي غينفعك ماشي داك الشيء اللي غيضرك. هذه هي لا كونساي ديالي ليكم. النصيحه الاخيره اللي هي النصيحه السادسه، بغى يكون داك ليكزام اللي دوزتي نساه كان زوين نساه، كان خايب نساه. فاكيد يعني دوزنا واحد ليكزام وما كانش زوين، وباش تستوعب حيت كنا معولين داك ليكزام كل عام كيتحط ساهل. داكشي علاش كنقول لكم راه ما خصكمش تسمعوا بزاف الهضره ديال الزملاء ديالكم اللي ديجا دوزوا ديال السنوات الماضيه، حيت راه كان كل عام كيتحط ساهل وحنا جايين ليكزام معولين كل ليكزام غيكون ساهل وغيكون داك النيفو ديال العوام اللي دازو. فاش البروف طلع معنا شويه النيفو كلشي كيقول اش هادشي ليكزام جا صعيب وفريمون جا صعيب يعني مقارنه مع العوام اللي دازو. فلهذا السبب ما تاثروش، يعني كيف ما بغى يكون خرجتي من ليكزام درتي داكشي اللي عليك، فرحتي ولا بكيتي ولا تاثرتي ما تبدلش ورقتك. دونك كنركزوا على سميتو كنركزوا على داكشي اللي جاي وما تخليش اكزام ياثر، حيت الا كان خايب واحد ماشي هما الا كانوا خايبين 4، يعني الا دوزتي واحد خايب ماشي هي الا دوزتي 4 خايبين، يعني داك واحد ياثر في دوك 4 اللي جايين. فلهذا السبب ما تاثروش، يعني دوزتي اكزام صافي نسى اللي عطا الله عطاه، ارتاح شويه وبدا ثاني توجد ليكزام الاخر. هادشي اللي كاين. كنت حاولت صراحه يكون فيديو خفيف ظريف غير هكا نقول لكم الاغلاط اللي درت وحتى انا نفكر بهم راسي باش ان شاء الله نحاول نخدم عليهم في السيمستر الثاني ونتفاداوهم. فتهلاو في راسكم، كنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جاي. بسلامه.